برج الجدي عنده مميزات كتير قوي في ان هو شخص قد المسؤوليه، مكان ما تحطيه هتلاقيه بيسد. احتجتيه في حاجه هتلاقيه، حطيتيه في بوزيشن كبير هتلاقيه، اعتمدتي عليه في انه يعمل لك حاجه هتلاقيه. هو شخص قد المسؤوليه قوي، هو بيبقى اي حاجه عايز يعملها هو قدها، اي حاجه تطلبيها منه هو قدها. برج عملي، مش فكره عملي ان هو طول الوقت مقضي حياته شغل، لا، فكره ان هو عارفه الناس اللي تشوفيها تحسي ان هو رئيس مجلس الاداره، ان هو حد بوزيشن، هو حد شكله بريزنتبل كده، شكله حد يعتمد عليه، حد تقدري تسيبي له المركب يسوقها وانتي مغمضه، تبقي عارفه ان هو قدها. واي حاجه عايز يوصل لها بيحطها تارجت قدامه، بيبقى دايما عارف ازاي يتفادى اي فشل. يعني يتفادى، يعني بيبقى حاطط دايما حاسب اي خطوه هيدخل عليها كويس قوي عشان يتفادى اي فشل ممكن يحصل، وحاطط لكل مشكله ممكن تقابله حل واتنين. فدي بتبقى ميزه حلوه قوي في برج الجدي. غير ان دمه خفيف جدا، برج الجدي برج فرفوش ودمه خفيف جدا. الجدي من الابراج الترابيه اللي هي تقيله شويه، ومشاعرها مش هي اللي بتتحكم فيها قد عقلها. برج العقرب بيبقى عايز شخص مشاعره تبقى ماشيه مع عقله، يعني او يعني لو مش في نفس المستوى تبقى مشاعره اعلى كمان، مش العكس. مش عقله هو اللي ممشيه اكتر، لا، عايز حد بيحس اكتر ما بيفكر، مع ان هو بيفكر كتير جدا بس هو بيبقى حابب كده يعني.